السلام عليكم. معنا الاخ عبد العزيز غادي يقدم لنا نفسه، بغيت يتكلم لنا على هذا اليوم هذا التكويني اللي كان في مركز التربيه البيئيه والتنميه المستدامه. وي السلام عليكم. عزيز رسمي استاذ في التعليم وفاعل جمعوي. اذا انا كنمثل الرابطه المغربيه للمكونين التربويين، واستدعاني السي عبد المجيد الصحراوي باش ندير المداخله تاعي، والحمد لله كان الحضور جيد. والموضوع كان هو يعني المحافظه على البيئه والمحافظه على الماء، خصوصا في هذا اليوم العالمي للمحافظه على البيئه 22 مارس. اذا اللي ركزنا فيه بزاف حنايا كتربويين هو خصنا نعتنيو بالطفوله، خصوصا حنا في الرابطه تاع المخيمات، في الاطفال في المخيمات وخصوصا في المدارس. وهذا الى ركزنا على التربيه تاع التلاميذ في المدرسه، هما غادي ياثروا على سميتو. والفكره الثانيه اللي كنا دخلنا هو خصنا نديروا بعض الفيديوهات وندخلوا للوسائل هذه السوشيال ميديا باش نعطيهم دي بون براتيك، يعني باش شنو الممارسات اللي غادي يحدوا لنا من الضياع تاع الماء. وخصوصا كنظن السي الصحراوي راه تكلم على البعض تاعو، كان موفق الى يعني عطانا كان جميع الحضور كان كيركز على كيفاش حنا كتربويين كيفاش تكون عندنا استراتيجيات، كيفاش تكون عندنا طرق باش نحاولوا ناثروا في التلاميذ باش يغيروا من السلوك تاعهم. شكرا استاذ عزيز، وتحيه بيئيه لك ولجميع الاخوات والاخوات والاخوه اللي كانوا في هذا الملتقى هذا.